بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مجموعة دروس ومحاضرات مشايخ عدن تقدم لكم هذه المادة. حب الجاه والشرف، حب الرئاسة، حب الكراسي، الشهوة الخفية كما قال أبو داود رحمه الله. حب الرئاسة، الشهوة الخفية، لا تسألها، لا تقاتل من أجلها. انظروا ما نحن نعانيه بما يسمى بالجحيم العربي، كلها حب للكراسي، حب للمناصب، سفكت دماء، شردت أناس، دمروا الشعوب، كانت في مأمن. فتنة عظيمة عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة، فنعمة المرضع وبئسة الفاطمة. فأين أنت يا طالب الرئاسة؟ يا من تريد الكرسي؟ إنه حسرة وندامة. هي صوتية لخطبة ألقاها الشيخ الفاضل زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان إن الحمد لله فتنة الكراسي والرئاسة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول المولى تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهم كثير من الناس أن الدنيا هي دار قرار، فهم كثير من الناس أن الدنيا هي كلها ملذات، وهي جنة الإنسان. فانظر حينما خرج قارون على قومه اغتر بعض الجهال فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فكان مقياسهم من الدنيا المال والشرف والجاه، وكما قلنا وقاله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى غنم بأفسد لها من المرء من حبه للمال والشرف. فحب المال كما ذكرنا لكم عباد الله تقاتل فيه الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، أي شدة البخل، فقد هلك من كان قبلكم أن سفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم.
فبسبب البخل والحرص على المال سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وأخذ المال. أيضا عباد الله حب الجاه والشرف، حب الرئاسة، حب الكراسي، الشهوة الخفية، كما قال أبو داود رحمه الله: حب الرئاسة الشهوة الخفية. فكم من الناس من يحرص على الإمارة، كم من الناس من يحرص على الولاية، كم من الناس من يريد أن يكون مسؤولا ولا يدري هذا المسكين أنه وقع في الفتنة، فتنة عظيمة عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستحرص على الإمارة. إنكم ستحرصون على الإمارة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة، فنعمة المرضع وبئسة الفاطمة. قال أهل العلم: نعمة المرضع أي أنه مثل المرضع الذي يرتضع اللبن فيأخذ من المال ما شاء وطاب، ومن الجاه ما شاء وطاب، ومن كل شيء، فنعمة المرضعة. وبئسة الفاطمة أي إذا مات أو عزل أو قتل فإنها حسرة يوم القيامة وندامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يأتي يوم القيامة إلا ويديه مغلولتان لا تنفك عنه إلا بعدل، وإلا بقي على ذلك بسبب جوره. فانظر يا عبد الله، لا تسألها، لا تقاتل من أجلها. وانظروا ما نحن نعانيه بما يسمى بالجحيم العربي، كلها حب للكراسي، حب للدينار والدرهم، حب للمناصب. دمرت دول، سفكت دماء، شردت أناس، كل ماذا؟ إنه الحرص على الكرسي، الحرص على الإمارة. كل هذا الدمار الذي نعانيه يا عباد الله، كل هذه البلاء والفتن الذي نعانيها وما زلنا نتجرع طياتها، إنها بحب الكراسي وحب المال والجاه. دمروا الشعوب، كانت في مأمن، قل الأمن يا عباد الله. دمروا الشعوب، كانوا يحصلون مالا، قل المال يا عباد الله. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين كانوا يحرصون عليها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجلان سألاه الإمارة فقال: إنا لا نوليها أحد سألها، إنا لا نوليها أحد سألها أو حرص عليها. فاغسل يدك يا عبد الله ممن يطلب الإمارة بحجة أنه سيفعل ويفعل. لا والله يا عباد الله، إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليك، وإنك إذا لم تسألها وأعطيتها أعنت عليها، فمن يسألها كانت عليه حسرة وندامة وشدة وقساوة. نعم عباد الله، ومن أعطيها كلفا
ولم يريدها ولم يتطلع إليها أعين عليها يا عباد الله، أعين عليها بنوائب الخير. فاحرص أنك لا تكون من طلاب الرئاسة والشهرة يا عبد الله. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، قال وحب الشرف والجاه على نوعين، إما لطلب الرئاسة والحكم، وإما لطلب الشهرة في الدين والتعلم والتصدر للفتوى والتعليم. فكل هذا يا عباد الله إفساد للمرء، أي إفساد. وكما قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، ما من أحد يطلبها أي الرئاسة إلا بغى وتكبر وتتبع عورات الناس ويكره أن يذكر أحد بخير. نعم صدق رحمه الله، من طلب هذه يا عباد الله سيبغي في الأرض فساده إلا أن يشاء الله، وسيتتبع عورات الناس، وهكذا يا عباد الله سيطغو ويتكبر. وزد على ذلك أنه لا يريد أحد أن يمدح أحدا بجانبه أو عنده. لماذا؟ لأنه هو الذي يكون الأول وهو الأفضل، ومن أراد الثناء حتى يقال فلان يشار إليه بالبنان. عباد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على الإمارة؟ قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها حسرة يوم القيامة. أولها ملامة، يلام إذا طلبها، ووسطها ندامة حينما يرى قدر المسؤولية، وآخرها حسرة يوم القيامة يؤتى به على رؤوس الخلائق. حينما ولي عمر بن العبد العزيز الولاية بكى وجلس يبكي حتى نام وهو يبكي، فقالت له امرأته فاطمة: أتبكي بعد أن وليت الخلافة؟ قال: نعم أبكي، أخشى أن يأتي هؤلاء كلهم وهم معلقين على رقابي أو على رقبتي يسألوني شيئا، فأخاف على الفقير الجائع، وأخاف على المسكين الطائع، وأخاف على الكثير الذي لا يجبر، أخاف من هؤلاء. فأين أنت يا طالب الرئاسة؟ يا من تريد الكرسي وتبحث عنه؟ إنه حسرة وندامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. عباد الله، فإن فتنة الرئاسة وحب الظهور قاسمة للظهور، وكما قال بعض السلف: من أحب الظهور فإنها قاسمة الظهور. وكم من إنسان أحب أن يظهر وأحب أن يكون له كذا وكذا، ولكنها كانت القاصمة له يا عباد الله. قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: فلا تغتر بقعقعة فرسهم أو خيلهم أو ركاب بردونهم، فإنها حسرة لهم يوم القيامة. قال الحسن البصري عبارة تعتبر كالقاعدة، أي لا تغتر بمن ركب أحسن المراكب، لا تغتر بأن يلبس أحسن الثياب، لا تغتر إذا امتلك الدور والقصور، فإنه يوم القيامة هناك يا عباد الله السؤال، هناك الحسرة والندامة. إذا لا تغتر إذا كان فلان معه أن يكون أنت أو تكون أنت معك مثل فلان. انتبه، أنت في خير عظيم تتفرغ لعبادة الله، أنت في خير عظيم إذا الله عز وجل قد قسم لك الرزق. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فهذه حكمة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حال الناس،
من امتلك الدور والقصور، ومن امتلك الوزارات، ومن امتلك الإمارات، ومن امتلك الحكومة وغيرها. انظر إلى حالهم يا عباد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظر إلى الحال، قد بغوا ونزل بقدر ما يشاء. فكيف لو بسط الله الرزق؟ كيف سيكون الحال وكيف سيكون المآل؟ نسأل الله العافية. فأنت في خير في عبادة الله، تذكر الله، تحافظ على الصلوات. فكم من إنسان ولي المناصب حرم صلاة الجماعة، حرم الخير الذي فيه، ولي ولاية لا يحسنها. نعم عباد الله، فليس طلب الرئاسة هو الجود والتقوى والكرم، ولكن حبك للدنيا هو الذل والسقم. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. تزود يا عبد الله، نعم، فحقق التقوى، فمن حققها فلا يضره إن كان حائكا أو حجم. نعم عباد الله، والله ما سيضرك. ربنا تبارك وتعالى يقول: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المتقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم أولياء الله. أما من يحرص على الإمارة ومن يسعى لها فهذا بسبب عدة أمور. أولا ضعف الإيمان، ضعف الوازع الديني يا عباد الله، فيطلبونها ولو كانت على حساب دماء ورقاب أبرياء. ثانيا حب الدنيا، فمن طلب الرئاسة والمسؤولية فهو حب الدنيا. نعم عباد الله، فهكذا الذين يسعون لها يحبونها حبا جما ويريدون أن يكون لهم الأمر والصول والجولة يا عباد الله. ثالثا الابتعاد عن الخير. من يطلب الإمارة أو يطلب الشهرة يبتعد عن الخير، فماذا؟ فيشغله الله عز وجل في نفسه أو في ماله أو في ولده، فتراه بعيدا عن الخير إلا من رحم الله، جامع للمال وغيرها ولكنه مقصر في فعل الخيرات. فانتبه يا عبد الله، فهذه من أسباب حب الإمارة. أيضا الأمر الرابع حب النفس، فالذي يطلبها اعلم رحمك الله أنه يحبها ويحبها لنفسه، ويجب أن يكون له كذا وكذا. اسأل نفسك، هل أنت ستؤديها على وجهها الصحيح؟ اسأل نفسك كم ستغترف من المال. انظر إلى الشعب، انظر إلى الناس، انظر إلى هؤلاء القوم، كلهم سيتعلقون في رقابك. أتريد هذا يا عبد الله؟ علق رقابك بأولادك، فتش على أولادك الذين يطلبون الإمارات والحكومات، نسوا أولادهم. والله لو ولي إدارة مدرسة ما استطاع لها، فكيف ببلاد شرقها وغربها؟ كيف ستعرف يا عبد الله؟ نحن ضعفاء. أتى أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله اعطني شيئا، أي من المسؤولية. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف. هذا أبو ذر صحابي جليل، وهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ ضعيف. كيف بنا يا عباد الله ونحن غارقون في الذنوب؟ نريد أن يرفعها الله عنا، نريد على العفو والاستغفار، نأتي
ببلية نبحث بعد الإمارة. نعم عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. الواجب علينا تقوى الله، أننا لا نبحث عنها. وانظروا كم من المسؤول سيسأل أمام الله، كم من مدير أو حاكم أو أمير سيسأل أمام الله. إن أحسن بالرعية أحسن الله إليه يوم القيامة، وإن أساء وعذبهم ستكون حسرة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا الله يا من لا يدعى بهذا الاسم سواك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في